اول ما مراته بتحضنه الخدامه بتوري له الكلام اللي على بطنها وبتكون كاتبه له مراتك بتضحك عليك وبتخونك، وبتستغرب جدا لما بيشوف الكلام ده. وبعد ما بتمشي بيقول لها انت قصدك ايه بالكلام ده، وبتقول له لما انت كنت مسافر شفت مراتك ماشيه مع صاحبك، وبتوري له كمان الفيديو عشان يتاكد وهي بتحضنه. وبيتصدم لما بيعرف انها مرتبطه بصاحبه، وبيتسند على مراته وهي في المطبخ وبيلاقيها بتكلم صاحبه، وبتقول له ما تقلقش هو لسه ما عرفش عشان انا مخبيها في المطبخ. وبتقول له استنى انا اقول له على كل حاجه في الوقت المناسب. وبعد ما بتمشي بيروح يشوف هي مخبيه ايه، وبتصدم لما بيشوف انها اختبار الحمل وانها حامل. وبيروح بقى للخدامه وبيديها فلوس وبيقول لها انا عايزك تشتري احسن فستان وتعملي انك حبيبتي. وبالليل بترجع هي وحبيبها وبيكون معاهم علب هدايا، ولما بتسمع صوت جوزها جاي بتستخبى، وبتدخل الخدامه وهي لابسه فستان وبتعلي صوتها وبتقول له تعالى يا حبيبي مراتك مش هنا. وبتطلع مراته وبتقول له انت بتخوني مع الخدامه، وبيقول لها مش انت بتخونيني مع عز صحابي، انا كمان لازم اوجع قلبك وشفت كمان الفيديو وانتوا بتحضنيه. وبتقول له راجل يا محمود، وبتقول له انا كنت عامله لك مفاجاه عشان عرفت اني حامل وحبيت اعرفك يوم عيد ميلادك. وبتقول له الخدامه دي بتحاول توقع ما بيننا، وبيعرف ان الخدامه مش كويسه وعايزه توقع ما بينهم. وبيقول لها طب انت بتعملي كده ليه وعايزه توقعي ما بيننا؟ وبتقول له الصراحه عشان انا بحبك وعايزاك تتجوزني انا مش هي. ساعتها بيتعصب وبيطرد الخدامه من البيت وبيتصالحوا هو ومراته.